أهلا بحضراتكم من جديد. شاهدنا فرحة حسام حسن، المصريين الجميع سعيد بهذا الانتصار المهم في دور 32. الجميع سعيد هنا حتى في الاستوديو. للمرة الأولى كابتن محمد أبو تريكة يغني في الاستوديو التحليلي على الهواء مباشرة. كابتن محمد أبو تريكة يغني ويطبل على طاولة التحليل. حتى محمد في الكواليس بقول لك الكابتن ياسر قال لي صوتك وحش. لا اصطلاح حلو الصراحة. جميلة. ده احساس المشجع. احساس المشجع. انا هنا مش محلل ولا لعيب سابق، انا مشجع. انا بوصل للناس احساس المشجع. وبعض الاحيان في بعض الناس تزعل من الاحساس ده، اللي يقول لك المشاهد له حق انه يحلل لي. مصر والاهلي استثناء، لان انت بتعيش المباراه بكل تفاصيلها، بكل احاسيسها وبكل مشاعرك. اسمح لي اعلق تعليق على هذا الموضوع. انت شخصيا لديك علاقه مميزه مع الجماهير المصريه، سواء كنت في الاهلي او حتى مع المنتخب، فلهم تاثير كبير عليك كلاعب. طبعا. ما هو انا قلت لك ان في نعم ربنا سبحانه بيديها لك كتير. نعم لعيبه الكره اللي عندنا خاصه في مصر، انه يقدر يدخل الفرحه لكل البيوت، لل 120 مليون. دي نعمه. الحاجه الثانيه الجانب الذهني والنفسي، انا اشيد بالجانب الذهني والنفسي للاعبين ككل. او هقول لك كذا حاجه. اولا احنا يعني مثلا ده الهدف الحلو بتاع امام عاشور، وشرحناه وقلنا ان هو بيرقص براسه زي ما بيرقص برجليه. وبعد كده الفاول اللي ملوش لازمه اللي اتكلمنا عليه، هدف التعادل. هاني محمد هاني هينافس على الهداف ولا ايه؟ هاني ركز يا هاني. فالحاجات الذهنيه دي مع انه كده ما تاثرش، ده جانب ذهني. محمد هاني التسديد في ضربات الجزاء، كل المسددين بتوعنا رايحين عارفين هيعملوا ايه، مفيش واحد متردد. سام دي ضربه الجزاء بتاع صلاح، دي حاجه ما يعملهاش الا ابو صلاح وحارسهم الكابتن اللي نزل. انا قلت لك حسام عبد المجيد ما شاء الله عليه، لكن بروده اعصاب في تنفيذ محمد صلاح. كل اللعيبه ركله الجزاء الصراحه، كل اللعيبه مركزين، اختيارهم يحسب للكابتن حسام. محمود صابر ما لمس الكوره ودخل اول واحد. رامي ربيعه، صلاح، حسام. فالصراحه المسددين بتوعنا ما شاء الله عليهم، الثبات النفسي والانفعالي بتاعهم على اعلى مستوى. ده تجهيز ان مين اللي بيسدد وعارف تحركات الحراس المرمى. فالمنظومه ككل بتشتغل، مش سايبه حاجه للصدفه. ربك سبحانه وتعالى بتاخد بالاسباب يديك التوفيق. فهم موفقين عشان بياخدوا بالاسباب، لان في مجمل الاربع اشواط اللي احنا شفناهم الفريق الافضل مصر، واحنا ركبناهم الجيم او رجعناهم للمباراه بنتيجه اخطائنا، نتيجه ان احنا في بعض الاحيان ما كناش كويسين. انما لما كنا بنلعب لعبنا وبنستحوذ وبنعمل، فضيعنا. مرموش هتجيب امتى جوال؟ ضيع واحده في بدايه الشوط الثاني كانت ريحتنا. فما علينا ان المباراه مبروك ليكم. عاوزين بقى حاجه زي ما قلت، ده انجاز فوق الانجاز. احنا بقى اللعيبه المصريه ما بتخافش من حد، مع احترامي للجميع. يعني نلعب كوره، عاوز تتصور مع ميسي بعدين، انما احنا هنلاعب بطل العالم ان شاء الله، في انتظار اللي هيكسب من الارجنتين والراس الاخضر. انما ده انجاز كبير، حقهم يفرحوا لانهم بذلوا مجهود كبير. هيثم حسن، حته الجانب ازاي تجهز المجموعه نفسيا وذهنيا. هيثم ده اول مباراه يلعبها، صدمه للجميع. هو عنده امكانيات، بس ان في بعض اللعيبه تخرج بره البطوله، اجواء البطوله، نتيجه انها ما بتلعبش. فان يلعب النهارده ويظهر بهذا الشكل يحسب. كان الجميع يتحدث عن حذف مواقع التواصل الاجتماعي لهيثم حسن والعديد من الامور. يعني سيبك من الكلام ده والخناقات وبتاع، سيبك ارمي. احنا عاوزين اللي في المستطيل الاخضر، كلها بتحصل. لكن هذا يحسب للمنتخب المصري، الكادر الاداري، الكادر الفني، تجاوز العقبات كمجموعه. انت شفت بتوع بلجيكا كانوا بيتخانقوا مع بعض، صح ولا لا؟ تيليمانس وتروزر. بتحصل في بعض الاحيان، وكسبوا بعديها. وكسبوا. فالجانب الذهني والتحضير الذهني والنفسي مهم، وده اللي خلى المجموعه بتاعتنا كلها الحمد لله على قدر المسؤوليه، ووصلنا لانجاز كبير ان احنا موجودين في دور 16. دعونا نستمع للايجيبشن كينج محمد صلاح بعد هذا الانتصار التاريخي لمنتخب مصر. لقد صنعنا التاريخ. تحدثت مع زملائي، قلت لهم هذا ركح عالمي، أبرزوا الجودة الكروية الخاصة بكم. وسعيد جدا، فزنا بالمباراة. أنا سعيد جدا أننا فزنا في المباراة.
طبعا أنت أردت أن تسدد بطريقة البانينكا. ما الذي كنت تفكر فيه؟ طبعا لو كان شخص يقوم بتسديد ضربة الجزاء بطريقة بانينكا سيكون أنا. قررت في آخر دقيقة، قلت إن كان هذا آخر كأس عالم لي فعلي أن أسدد بطريقة البانينكا. إذا مباراة مرتقبة بين نجمين صلاح وميسي. طبعا أولا علينا نحترم كل المنتخبات. سمعنا لمحمد صلاح العديد من المحطات أو اللحظات المؤثرة على مستوى هذه السنة على وجه الخصوص كابتن أحمد لمحمد صلاح. الحفل الختامي في مغادرة ليفربول، والآن التأهل لدور 16، لحظات مؤثرة كثيرا في تاريخ محمد صلاح الكروي على مستوى كرة القدم. ولو سأل صلاح هيقول لك دي أفضل لحظة في تاريخه، الصعود لدور 16 مع منتخب مصر في كأس العالم لأول مرة في التاريخ بالنسبة له. ولكن عبد العزيز يعني لما يكون لاعب في شك في إصابة خاصة العضلة الخلفية كمان ويشارك ل 120 دقيقة ويحرز ركلة الجزاء بالطريقة ديت، ده يتعمل له تمثال صراحة. صلاح لا يمس بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اللي عمله محمد صلاح غير طبيعي في كل شيء، يعني سيبك من تاريخه مع ليفربول كلنا عارفينه، ولكن مع منتخب مصر في أعظم بطولة في التاريخ وهي كأس العالم، ويستحق كل شيء، يستحق كل شيء. يعني اليوم شوف هو متحامل على نفسه في الملعب، شوف حتى في انطلاقاته في سبرنتاته بيتحامل على نفسه، وأدى دور أكثر من رائع في المباراة. فأنا أشوف إن هو صراحة يعني عمل كل شيء في مباراة اليوم، وختمها بضربة الجزاء كابتن متى اتكلم عليها. أنا أشوف إنها من أفضل ضربات الجزاء اللي عملها. الضغوطات محتاج لاعب كبير، اللي يعمل بانينكا في الوقت ده محتاج لاعب كبير بشخصية قوية، هو صاحب شخصية قوية. فشوف ان هو كان دوره لعب دور كبير جدا في المباراة اليوم. وجوده في الملعب حتى بنصف قوته كان ليه تأثير كبير جدا على اللعيبة اللي حواليه. لما اللعيبة بتشوف صلاح في الملعب بيبقى عندهم ثقة، وفي اي وقت في المباراة ممكن يخلص المباراة، وشفناها في الاكسترا تايم في اوقات كتيرة كان ممكن يخلص المباراة. ولكن يعني كل اللعيبة ادت الدور بتاعها بشكل ممتاز، كل اللعيبة. اتكلمنا على اللاعبين البدلاء، تريزيجيه لما نزل بيلعب كوينج باك مش مركزه، ولكن المدرب مفيش لعيبه، يعني لعيبه في عنده نقص في المكان ده. فتوح مصاب، كريم اتصاب في المباراه مع انه عمل مباراه كبيره. كريم حافظ كاول مباراه يبداها في كاس العالم كان لاعب ممتاز في 70 دقيقه اللي لعبها. كل اللعيبه، هيثم حسن لما نزل لاعب عبد العزيز مختلف، ما عندكش نوعيه اللاعب ده مش موجوده في منتخب مصر. لاعب واحد على واحد بيروح، عنده مهاره بيعدي، يعني مشابه لمرموش، ولكن مرموش بيروح بالدريبلينج ستريت، لكن هيثم مختلف، عنده مهاره بيقدر يروح ويروح بشكل ممتاز. فدي اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر. الاداء العامل الذهني كان ممتاز، اللعيبه ما تاثرتش باي شيء برغم الاصابات. يمكن الكابتن حسام اتكلم عليها بعد المباراه الاخيره، بعد مباراه ايران، برغم الاصابات اللي موجوده، ولكن هو عنده ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده، كل اللعيبه 26 اللي موجودين عنده ثقه فيهم، وده بان في مباراه اليوم. رغم الاصابات اللي حصلت، اللعيبه اللي دخلت ادت بشكل ممتاز. اصابه كريم، تريزيجيه دخل ادى بشكل اكثر من رائع. فبنشكر اللعيبه دي على المجهود، وزي ما ذكرت هم عملوا تاريخ لنفسهم وللكره